اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صباح الفل وصباح الياسمين على اللي بيشوفني الصبح، ومساء الخير والفل والياسمين على اللي بيشوفني بالليل. تعالوا النهارده بقى هنعمل كده مع بعض ايه؟ الفستق الكداب. ايوه، ما هو بعد الغدا اللي احنا فيه ده هنعمل حاجات كدابه كتير جدا. سامحنا يا رب. بس بجد حاجة كده جميلة جدا، وهينفعك جدا في حشو رمضان، وهتحطيه في التلاجة كده تبقى حاجة جميلة جدا. اقول لكم تعالوا شوفوا الطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبربع كيلو سوداني بس فقط لا غير هنعمل احلى فستق كداب. ما كلفناش اي حاجة خالص. ان شاء الله تكلفته بسيطة جدا. انا معايا هنا ربع كيلو من السوداني. انا جبت السوداني دوت من المقلة، يعني مقلة اللي بالمحمصات يعني. ما حبيتش اجيبه من العطار علشان عند العطار بيبقى مش طازه مش فريش، لكن عند المحمصات بيبقى طازه، وبيبقى ايه واخد نص تحميصه كده بسيطه، وطبعا من غير ملح. ما ينفعش نجيبه طبعا ايه مملح، ناخد بالنا من النقطه دي، ان هو نقول عايزين سوداني بقشره مش مملح. هنقشره كده مع بعض. معلش لو تعبنا شوية وقشرناه، لان المقشر عندي العطار بيبقى مش حلو. ربع كيلو ده عامل 20 جنيه. عايزة الكمية اللي انت عايزاها اعمليها. وهنجيب حاجة بسيطة بس كده وهنيجي نعمل احلى فستق كداب. انا قشرته زي ما انتم شايفين اهو بكل سهولة وبساطة. على طول على طول بفركه بايدي كده، وبيتعمل على طول، ما فيهوش اي مشكلة خالص خالص. يلا بقى، لو ما حطيتيش اللايك حطي لي اللايك، وبشكر اي حد دخل عندي القناة جديد، بجد شرفتوني ونورتوني. بصوا بقى، انا عايرت بالمعلقه المعياريه دي معلقتين كبار من معلقه معياريه، وجبت من العطار لون اخضر، لون طعام اخضر صحي ما فيهوش اي مشكله، ونزلت بيه كده ب3 نقط من اللون. المفروض برضو كنت اجيب منه روح الفستق او طعم الفستق، بس بصراحة أنا دخت يعني بقالي يومين معطلة الوصفة دي بسبب روح الفستق أو ريحة الفستق، ومش لاقيه عندي خالص. فلو لقيتيه عندك حطيه مع اللون كده ودوبيهم مع بعض وانزلي بيهم، فهيديكي طعم الفستق بالظبط. بس أنا بصراحة ما لقيتش، فقلت خلاص مش مشكلة، وأنا أنا هعمله وإن شاء الله تلاقوه عندكم بإذن الله، لان انا عندي بجد دخت عليه ما لقيتهوش خالص. هننزل كده باللون معلقتين ميه فقط لا غير، عليهم 3 نقط من اللون، وهندوبهم كويس جدا. حاجة نقدر نعملها واحنا واقفين كده، وهتنفعنا في حشو بقى رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعودها عليكم وعلينا الأيام بخير يا رب العالمين. هنقلبه تقليبه كويسه جدا، وما تخافيش، هو تقوليش اللون هو خفيف او اي حاجه. بصوا اللون مترسب عندي تحت ازاي، لان طبعا السوداني بيشرب اللي بيشربه وباقي بيترسب، بس انا هاخد برضو الباقي ده وهطحنه في الحبه الاخاره عشان يديني نفس اللون بالظبط. وطبعا هو بيدي نفس اللون، وكمان عشان هو ما بيخش الفرن بيفتح شويه، يعني ما يدخل الفرن هيفتح شويه. طبعا انا فاتحه الفرن، بسخن الفرن علشان ادخله لمده دقيقتين بالظبط عشان ما يتحرقش معايا. اول ما يتحمص على طول بص لونه عامل ازاي جميل. ده فستق بقى ولا مش فستق؟ لون الفستق بالظبط بالملي بجد. يلا هاتي كده ربع كيلو من السوداني واعمليه، هيديكي طعم حلو قوي، وهيديكي لون زي ما انت شايفه اهو، زي ما انت شايفاه كده بالظبط. طبعا انا طحنته في الكبه، ما طحنتوش ليه في المطحنه. بصوا اهو، طحنته في الكبه، مش في المطحنه يعني بتاعه الخلاط، علشان انا عايزاه مجروش اهو. انا صلحت الكبه بتاعتي يا جدعان، باركولي باركولي. واخيرا صلحت الكبه بتاعتي الحمد لله. طحنت فيها كده بقى عشان انا عايزاه مجروش. حتى لو واحده طلعت معاكي سليمه ما فيش مشكله، هتديكي في الاخر شكل الفستقيه اهو. هنجيب بقى ورق زبده كده، او لو ما عندكيش ورق زبده ما توقفيش نفسك يعني على حاجه، حطيه عادي خالص ودخليه الفرن. ياخد له تحميصه كده
بصوا نفس اللون بالظبط ومفيهوش اي اختلاف خالص. وكمان لو لقيتي روح الفستق عندك او طعم الفستق هيديكي نفس الطعم. بصوا افتحي شويه ازاي كده بقى. انا كنت عملت ايه؟ كنت دخلته الفرن، كنت بالليل، انا كده الصبح بعد ما وديت هي كده المدرسه. انا بقى ما طلعته بالليل، خليته يا دوبك دقيقتين في الفرن ورحت مطلعاه في الهوا. لازم ينشف معايا كويس جدا. طبعا هو ما دخل الفرن نشف، بس لازم اخليه يبرد خالص ويتهوى. وانا بصراحه كنت بالليل فقلت خلاص مش مشكله، الصبح ان شاء الله نحطه مع بعض. نجيب علبه بقى كده نضيفة كده متعقمة ونحطه فيها وعلى التلاجة على طول هيقعد معاكي. وبكده تكون خلصت معايا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.